انه اللي حكى الحكايه النهارده بصوته وبرجله وبدماغه كان زيزو. زيزو كان بطلا لحكايه الاهلي النهارده كان هو الحكاي، كان هو الفويس اوفر بنقول عليه في الشغلانه بتاعتنا. هو اللي بيحكي قصه الاهلي في 90 دقيقه بشكل لا يمكن ان تتخيله. هذا وذلك اللاعب الذي تعرض لضغوط كرويه غير طبيعيه. شيء يكاد يكون من المستحيل انه لعيب تحت هذه الضغوط يلعب اول مباراه قمه، اول مباراه، وهذه المباراه هي مباراه امام فريقه السابق الزمالك في نهائي بطوله. يعني هو ما كانش عنده الفرصه انه يلعب الماتش الاولاني في القمه في الدوري، فجات له الفرصه اصعب من اللي قبلها. تعال بقى للاختبار، ده انت هتلعب قدام الزمالك مش بس مباراه قمه، انما مباراه قمه وايضا ببطوله. اللي يكسب على الارض بمعنى اصح، اللي يكسب مبروك اخذ بطوله. زيزو النهارده بيأكد على جزئيه تتعلق بيه هو ذهنيا. ذهنيا الراجل كان مركز جدا في المباراه، ذهنيا كان يتعرض الى كم من الهتافات اللي عمري ما هقبل بيها تحت اي ظرف من الظروف. انا عمري ما هطلع لحد ما اموت، يعني لحد ما اموت عمري ما هطلع على شاشه تلفزيون او حتى في بيتنا او شاشه تليفون اقول ان في لعيب ينفع يتشتم باهله وباسرته مهما كان. مفيش حاجه في الدنيا كده، مفيش. فكون انه زيزو اتعرض الى هذا الكم من الهتافات اللي خارجه عن المألوف وعن الطبيعه بتاعتنا احنا كمصريين، انه نجيب في سيره الاب والعيله والعرض والحاجات دي اللي هي اصلا احنا مش مقبوله بالنسبه لنا، عمرنا ما هنوافق عليها، عمرنا ما هنوافق عليها. ولا في اي بني ادم يقدر يوافق عليها، ولا في اي دين يقدر يوافق، ولا في اي حاجه في الدنيا تقدر توافق، مش حاجه يعني. ومع ذلك انا مستني ابص على زيزو طول المباراه اشوف هيعمل ايه. هيخرج بره التركيز؟ هيطلع بره الماتش؟ هيروح للجمهور ويعمل حاجه؟ هيطلع بره المباراه؟ طب بعد المباراه هيستنى يقوم رايح للجمهور يعمل حاجه من الحاجات؟ على الاطلاق. اذا النهارده تقدر تقول انها كانت ليله خاصه بالنسبه لزيزو، لكن على صعيد اخر وفي نفس الامر لا يمكن ابدا ان تغفل شخصيه الاهلي اللي ظهرت النهارده. لا يمكن ابدا ان تغفل انه النهارده يسترب كان متفوقا وكان مميزا في التعامل مع المباراه. حقيقي يساعده مليون في المية ان عنده دكه على السكه والدغري، عشان بس عنده دكه يا باشا. انت بتخرج فلان بتنزل لي بن رمضان، بتخرج علان بتنزل لي طاهر، بتخرج فلان بتنزل دكه مليانه يا باشا. حط ايدك في اي حاجه، حط ايدك في اي حاجه في الدكه طلع حطها، اي حاجه اي حاجه، حط ايدك كده طلع. ولذلك انت ده كان موجود قبل كده، بس النهارده انت بتتفرج على الراجل وطريقه لعبه، بتتفرج على الراجل وعلى تغييراته. ممكن، وانا عارف الاهلاويه احيانا يكونوا طماعين جدا يقول لك لا انا الماتشات اللي شبه كده بكسبها، لازم اكسبها كتير، الزمالك مش في حالته وكذا وكذا وكذا. لكنه الحقيقه انه لا يمكن ان تغفل انه كان في دور كبير جدا